سائل يقول: استمعوا هذا السؤال شحال غريب وعجيب. استمعوا، حبسوا كلش، خلاص حبسوا. اللي راه يتنقي بطاطا تحبس، اللي راهو يهدر حبس. اسمع الناس وين وصلت. اسمع واش يقول هذا السائل مسكين، والله قطع لي قلبي. شوف واش يقول: أمي لا تتفاهم مع زوجتي واحدة، وأختي المتزوجة لا تتفاهم مع أمي وتتفاهم مع زوجتي، وخالتي تكره أختي وتحب أمي، وعمتي تحب أختي وتكره زوجتي، وزوجتي تحب أختي وتكره خالتي، وأختي العزباء غير متزوجة تكره أمي وخالتي وعمتي وزوجتي وتطلب مني طلاق زوجتي، وأخت زوجتي وأمها يطالبانني بالرحيل والسكن لوحدي بعيد عن أمي، فهن لا يتفاهمن مع أمي، وأمي تكره الكل، وأخواتي. قل لي يا سيدي ماذا أفعل؟ لا حول ولا قوة إلا. هذه امرأة تقول: سلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام. أنا فتاة من ورقلة سمراء جامعية، أريد أن تساعدني في البحث على زوج صالح بشرط أن يكون من الهند. أعوذ بالله أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا. من الهند ما صبتيش كاع أولاد ورقلة كاع ما عجبوكش. أنا فتاة من ورقلة سمراء جامعية، أريدك أن تساعدني في البحث على زوج صالح من الهند. زوج صالح نصيبه لك في الهند. أريد أن أكمل ما تبقى من حياتي في الخارج، وجزاك الله خيرا. نجيبوا لك جانيتو يتزوج بك انتيا. جانيتو هو اللي يعلم لك. يعني ولاد ورقلاقة ما عجبوكش، ولاد جانت ما عجبوكش، ولاد طمناص ما عجبوكش، ولاد الجنوب ما عجبوكش، ولاد الشمال ما عجبوكش، الرجال تاع الجزائر، تاع المغرب، تاع تونس، تاع ليبيا، تاع الكويت، تاع مصر، المسلمين في اندونيسيا، في ماليزيا. وين رايحه للهند يا سبحان الله؟ وقيل شبعتي انت من اللحم تاع البقره الهنديه، وقيل كبرتي مع الافلام تاع جانيتو على بها نصق لك هذا راجل تاع الهند. ونزيد انا اللي نعاونك. الله يهديك يا اختي، يا تقعدي في الجزائر هنا ما كان لا هند لا والو، دوك يجي يخطبك واحد ويديك. الله يهديك بنات الجزائر. واحد اجيبه لي من الهند، الاخرى اجيبه لي من سريلانكا. وين ما عمرلكمش عينيكم رجال فحوله تاع الجزائر؟ ولا تحوسي تروحي للهند؟ والهند واحد ما على باله واش كاين، واش راكي تمك واش راكي دايره. يماك وباباك نهار يحب يزورك لازم يقبل طياره للهند. نهار راجلك الهندي يعطيك طريحه، يعطيك طريحه تقبلي طياره باش تجي حتى ورقله. الله يهديك. هذا امر لجميع سكان ورقله، ما كاش ما تدخلهاش تخرج، لا فيزا لا باسبور لا والو، تقعدي في ورقله. سائل يقول، سائله تقول: زوجي يهجر فراش الزوجيه، فهل انا مطلقه؟ لا. اذا الزوج واجعلني كولدك. يقول: لقد خطبت فتاة قصد الزواج، قصد الزواج بها، وقبل الفاتحة بشهر صارحتني صادقة. انسى هذه صادقة، انساها. هذه صارحتني صادقة. أنا من قول صارحتني، لأن الصدق محله القلب، ولا يطلع على القلب إلا رب القلوب. قول صارحتني، ما تقول صادقة. هذيك صادقة ما نعرفوهاش حنايا، ربي هو اللي يعرفها راهي صادقة ولا راهي تخدع فيك. صارحتني صادقة قبل ما يعقد عليها بشهر، صارحته صادقة بأنها كانت مخطوبة من رجل وعدها بالزواج، مخطوبة من رجل وعدها بالزواج، وأنها أخطأت معه. يجيبوها سهلة زعما، وأنها أخطأت معه. والو يا وهذا الزنا، على الزنا قول زنات معه، زنات معه، يعني ارتكبت حدا من حدود الله والله غاضب عليها.
أخطأت معه، زعما والو شغل أخطأت معه، نوات تصدق خبزة وغلطت صدقت زوج خبزات تجيبوها عادي شغل والو. المهم وأنها كانت مخطوبة من رجل وعدها بالزواج، وأنها أخطأت معه ففقدت عذريتها، تركها هذا الرجل، وبعد ذلك خطبها ابن عمها، وبعد أن وعدها بالزواج أخطأت معه، زيد غلطت مع الأول وزاد غلطت مع ولد عمها، هذه اللي يخطبها تخطأ معه. إيه، وبعد ذلك خطبها ابن عمها، وبعد أن وعدها بالزواج أخطأت معه أيضا، ثم تركها ابن عمها، وبعد ذلك تقدم جارهم لخطبتها وخرجت معه وأخطأت معه. الله الله أكبر، الله أكبر. هذه اللي يجي يخطبها تخطأ معه، حسبنا الله. يا وعسدك تزيد تخطأ معك انتايا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يغفر لنا والله يغفر لنا، شر البلية ما يضحك. هذه مليحة، اللي يجي يخطبها تخطأ معه. وبعد ذلك تقدم جارهم فخطبها وخرجت معه وأخطأت معه وتركها هو أيضا. وبعد ذلك تقدم أحد التجار، سمعوا بها كاع الغاشي، دوك يتقدموا الأساتذة الأطباء التجار ليحفروا طريق الخبازين، هاي خلاص هذه ولات تخطأ مع كاع اللي يجي يخطبها. وبعد ذلك تقدم أحد التجار ووعدها بالزواج وصارحته، ولكنها أخطأت معه وهي نادمة، نادمة، الله أكبر، وهي نادمة، لقد صارحتني صادقة وطلبت مني أن أسترها، انصحني يا سيدي فأنا لا أدري ماذا أفعل، ولا تجربة لي مع النساء ولا علم لي، اجعلني كولدك. يا أخويا شفت أنت وين عقلك؟ هذه لي يخطبها تخطأ معه، وعلاه ما صبرتش حتى يعقد عليها؟ سبحان، هاي غلطت مع الأول، نقولوا الأول لعبها لها ودار لها حيلة وخطبها، ومن بعد كي خطأت معه خلاها وراح. هاي عاودت مع وليد عمها، ومن بعد عاودت مع جارها، ومن بعد عاودت مع التاجر، ومن بعد وين؟ اتقي الله يا أخي، اتقي الله. أنا خايف دوك أنت تزيد تخرج معك وزيد تخطأ معها. أهرب أهرب، قلت لي اجعلني كولدك، أهرب، ادعي لها ربي يتوب عليها ويغفر لها، هذه متعودة جدا، هذه اتقي الله، روح جيب واحدة. إنني رجل متزوج منذ 30 سنة من امرأة أحببتها، الله يبارك، لدي أطفال معها، وهي امرأة تصلي الحمد لله وتحب الفقراء والمساكين، وحجت مرتين الله يبارك، ولكنني أعاني من مشكل حيث أنها تضربني، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حاجة بتربي وتصلي وتحب الفقراء والمساكين وتضرب راجلها، لكنها تضربني. صبرت كثيرا، 30 سنة ماشي غير صبرت كثيرا، هذه صبرت كثيرا، هذه زعما واحد صارت له 48 ساعة، 48 ساعة ضربته مرته، قال وقيل شربت كاشيات، وقيل أي تشرب كشدوة، وقيل عنيفة، سما وبدا يكتشفها ملي تدخلها 48 ساعة، هذا نعدوه صبر كثيرا. أما 30 سنة كيف تسميها صبرت كثيرا؟ احمل المطرق واسكت، 30 سنة وانت تاخذ في المطرق ودكا جاي صبرت كثيرا. الله يهديك الله يهديك. يوم كشكشية يشربوه من الناس يولوا رجال، راجل يخرج راجل هكذاك، من الكشي ما يخرج راجل. 30 سنة وانت تاخذ في المطرق واليوم تفكرت باللي راك صبرت كثيرا. 30 سنة يقولوا صبرت كثيرا، يا كثيرا هذه 48 ساعة كثيرا، شنو هذه كثيرا 30 سنة وانت تاخذ في المطرق؟ صبرت كثيرا، أسألك ما مصيرها مع الله، ما مصيرها مع الله؟ والله يا ربي يهديها، والشرع يسمع من زوج، وأنني خايف تكون أنت يعني تكون مزبل الحالة، بالك راك تشرب الخمر ولا تاع كاشيات وكل يوم تجيها مخابطي وتجي موسخ وبايل تحتك وموسخ ودراري صغار يضحكوا عليك، وهي كي تشوف هذاك المنظر تقبض المطرق وتعطيك تكسلك باش تربيك وتسقمك. هذا واش راني خايف، ولذلك ما نقول والو، نقول فقط الله يهديها ويتوب عليها
ويغفر لها. وإذا كان زوجها صالح وهي تضربه فهذا من النشوز، لما تكونش معه الحياة الزوجية. كيف تلاقي ربي يوم القيامة وأنت تضربين زوجك؟ ولكن إذا كنت انت كشمارك، كانت كاينة واحد المرأة هذه نعرفها، هي ماتت وراجلها مات. وشنو راجلها كان دائما يجي سكران، كي يجي سكران تقبض مطرق تعطيه طريحة، حتى الجيران كاع يجوا يسلكوه. ونهار يجي فاطن ماشي سكران تروح تشوي له اللحم وتنقي له وتسقم له، ومن بعد تقول له خير تجي سكران المطرق، تجي مليح فاطن ماشي سكران الشوا ونطيعك. ما لا شو كيف كان تربي فيه، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول وما هي نصيحتك؟ واش ننصحك يا أخي 30 سنة وانت تأخذ في الخباطي؟ وما هي نصيحتك مع كل احتراماتي لكم؟ المعذب السيد كافنون، كاش ما خلات لك سيد، نحي هذيك السيد نحيا، اكتب غير المعذب كافنون. المعذب كافنون من مستغانم. الله يهديها ويتوب عليها ويغفر لها. مهما كان لا ترفع يدك على زوجك، فهذا من النشوز وربي لا يحب هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلة من البليدة تقول: هل يجوز لي أن أدعو للشيطان بالهداية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا زيد ادعي له يدخل الجنة، وتكون انت زوجته في الجنة، ويكون نسيبك يعني وين هذو ما أبو لهب وفرعون، هذو ثبتت النصوص بأنهم من أهل النار. أسئلة غريبة. واحد جا سقساني: وإلى حواء شعرها أصفر، وأنا وين شفت حواء ولا تلاقيت بها ولا حضرت العرس نتاعها كي تزوجت بآدم عليه السلام؟ يا أخي تزوجوا في الجنة، واش دخلك أنت تحوس على حواء ولا شعرها أصفر ولا كحل ولا كيفاه داير؟ واحد سقساني: الكلب تاع أهل الكهف هل هو دوبرمان ولا شيامباجي؟ واش دخلك أنت في المسألة؟ لو كانت الحكمة في نوع الكلب لذكره القرآن، ولكن القرآن قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فهو كلب. قلت له: بالك كانش وين على بالنا ولا دوبرمان ولا بالك كانش؟ مصيبة. يسألوا أسئلة عجب. جاني واحد قال لي: سكان القرية منقسموا على 2 أقسام. على خير. قال لي: يتسألوا شكون اللي عقد الزواج تاع سيدنا آدم عليه السلام، شكون عقد له؟ قلت له: يا أخي وانتم واش قلتوا؟ قال لي: النص تاع القرية يقول سيدنا رسول الله، والنص الآخر يقول لا الزوج بها بلا عقد. قلت له: يا سبحان الله، لما ربي قال له هذه زوجك اسكن أنت وزوجك الجنة، كي قالوا ربي اسكن أنت وزوجك، هو ربي هو اللي عقد له. واش يسحق إمام يعقد له؟ ربي قال له هذه مرتك هذه زوجتك. ثم أنتم كيف تنقسموا على مسألة كما هذه؟ واش دخلكم شكون عقد الآدم عليه السلام؟ ماشي رديتونا 100 سنة للوراء، ماشي 200 سنة، ماشي 1000 سنة، رديتونا إلى آدم عليه السلام. وين رايحين بهذه الأسئلة العجيبة والغريبة؟ ما الشيخ عبد الرحمن الجلالي رحمه الله سقساه واحد قال له: صليت فوق القرمود ولا صلاة صحيحة؟ قال له: واش اداك للقرمود يا أخي؟ أنت خدمتك تصلي، علاه طلعت للقرمود تصلي؟ واش اداك للقرمود؟ يعني قرمت بعض المشايخ بهذه الأسئلة. سائلة تقول: تعرفت على رجل الله منذ 2 ونحن في علاقة غرامية. لا قولي علاقة حرامية خير. وش من العلاقة هذه؟ علاقة غرامية جاتكم سهلة زعما. راجل مزوج ويقول لك: هذه زميلتي في العمل. ما كاش هذه زميلتي، راك مزوج زميلتك مرتك عشيقتك كل حاجة هي مرتك اللي عقدت عليها. كاش هذه زعما نحن في علاقة غرامية. يا درا وش كاين تحت كلمة غرامية؟ هاي الكلمة سهلة بصح داخل فيها وش كاين؟ كي نحلوا القجر تاع غرامية وش راح نصيبوا؟ كوارث. أدناها المصافحة، وأعلاها الإثم والفجور. حسبنا الله ونعم الوكيل. كي ولو عندنا 75 ألف طفل يرموهم في بياد زبل، ومن بعد يبدا يحوس مسكين على يماه وعلى باباه. حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم، واش درتي؟ تعرفت على رجل منذ 2 سنين ونحن في علاقة حرامية، ووعدني بالزواج. واش كنت تستناي؟ يقول لك ما نتزوج بك، يا باين باش يصيد، هو يقول لك نتزوج بك ونحبك ودبوي كو جو فوزي في، ويكتب لك القصائد il pleut dans mon cœur. ووعدني بالزواج وأخلف وعده. كنت تستناي عامين وانت معاه في علاقة حرامية، ومن بعد زعما يجيبك مصونة كالدرة المصونة ويدخلك الدار ويعزك ويكرمك ويعطيك اسمه ويعطيك الحماية تاعو ويحميك برجولته. الله يهديك. النهار اللي قبلت العلاقة الحرامية راونا حكم القائمة، دارك فقط للحرام. ووعدني بالزواج وأخلف وعده، فما هو جزاؤه عند الله تعالى؟ يا قبل ما تخمي جزاؤه هو عند الله، خمي على جزائك أنت عند الله. علاه تخمي في جزاؤه هو عند الله؟ هو يتعلق مكراعه. خمي على روحك أنت دوكا مع ربي سبحانه. هذا العامين اللي كنت في الإثم وكنت في الحرام والعلاقات المحرمة، لأن هذه العلاقة الغرامية من باب تسمية الأشياء بأضدادها. الغرام الآن ما هوش المقصود كما كان بكري عفيف. حتى في الجاهلية، في الجاهلية عنتر بن شداد في الجاهلية كان يقول وإني لأغض الطرف عن جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عنتر في الجاهلية كان يقول جارتي كي تبان نحط عيني، حتى جارتي تعاود تدخل المأوى تاعها نرفد عيني. هذا عنتر في الجاهلية. احنا ما صبناش عنتر في الإسلام. وراهم هادوما اللي يغض الطرف على جارته. حسبنا الله ونعم الوكيل. خمي في روحك قبل ما تسألي وش حكمه عند الله، خمي وش حكمك أنت عند الله. اللي رحتي فتحتي هذا الباب، باب فتنة، باب شر، يمشي مع الرجال وموعدها بالزواج، ومن بعد يتخلى عنها ويجيب واحد أخرى، ومن بعد يتعشي وش حكمه عند الله. الله يهديك يا أختي. شوفي حكمك أنت عند الله قبل ما تشوفي حكمه هو عند الله. الواجب عليك وعليه، يعني الواجب عليكما التوبة والاستغفار والندم وعدم الرجوع إلى هذا الإثم، وإن شاء الله ربي يتوب عليك ويغفر لك يا أختي. نستغيث. سائلة تقول أنا طالبة جامعية، هل يجوز لي أن أصافح زملائي في الجامعة؟ وانت بابك بعتك باش تصافحي زملائك في الجامعة، ولا بعتك باش تقراي وتطلب العلم الذي قدسه الله؟ بعتك بابك باش تصافحي زملائك في الجامعة. روحي قراي، حطي راسك، طير مغمض. يا والحالة راهي ما تعجبش، ما كاش هذه زملائي في الجامعة. اقراي وروحي لدارك خلاص. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس يد امرأة قط. سيدنا رسول الله المعصوم ما مش يد امرأة قط، حتى نهار جاو النساء يبايعوه يديروا لهم بطاس تاع ماء بدون تاع ماء، لما حط يدها ملك وهو يدو منها وتبايعوا. لم يمس يد امرأة قط. ويقول عليه الصلاة والسلام لأن يعمد أحدكم إلى مخيط، هذاك البرات على الخياط، إلى مخيط فيضرب بها يده خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له قط. وانتم تعرفوا باللي الأعصاب تاع الإحساس موجودة في اليد. الإنسان بيده يمس حاجة باردة، بيده يمس حاجة سخونة، وهذا الأعصاب اللي موجودة في اليد مباشرة إلى الدماغ، مباشرة إلى الدماغ. ما كاش هذه زملائي في العمل وإسبريلاج وما فيها والو، وأنا زعما دايرها شغل أختي. كي تصيبوا واحد يقول لكم أنا هذه دايرها شغل أختي، راهو يكذب. ما كاش منها شغل أختو. افتحتوا باب إثم وباب جهنم على أنفسكم. اليوم مصافحة وغدوة وش راكي، وغير غدوة راكي تباني لي حزينة، وغير غدوة وش بيك راكي تباني غضبانة، ومن بعد زعما هي تعطي واش كاين في قلبها. بابا زعفني، تفاتنت مع أختي، قال لي واحد السيد، ويبدأ بالعقل بالعقل خطوات الشيطان. ومن بعد يبدأ يمدح فيها، ومن بعد يبداو دوبوي كو جو فوزي في، ومن بعد يعيشوا في الحرام ويعيشوا في الكوارث. ما تصافحيش، لا يجوز لك. روحي تقراي، اقراي برك. سبحان الله.